الا قلت لك ان منطقه الراحه اللي انت حاس بها بالامان كتسرق منك حياتك بشويه بشويه، واش غادي تكمل فيها؟ هكاك. مزيان، يلا نبدا. حيت الحاجه اللي قليل كيقولها الراحه ماشي ديما راحه، بعض المرات كتكون تخدير كتخليك تحس بالامان مؤقتا، ولكن في المقابل كتوقف النمو ديالك بلا ما تحس. كاين واحد القصه معروفه في كتاب من حرك قطعه الجبن الخاصه بي، كدوي على 4 شخصيات، جوج فيران سنيف وسكوري، وجوج اقزام هيم وهاو. هاد 4 شخصيات كيكونوا في متاهه كيقلبوا على الفرماج اللي كيرمز للنجاح. سنيف الفار الاول كان كيلاحظ التغيير بكري، وسكوري الفار الثاني ما كيبقاش يفكر بزاف، كيتحرك مباشره. ملي اختفى الفرماج بجوجهم تحركوا بالزربه ومشاو يقلبوا على فرماج اخر، وفي الاخر لقاوه. اما هيم القزم الاول تعصب وخاف وبقى كيتسنى الفرماج يرجع لبلاصتو بلا ما يدير هو حتى حركه. وهاو القزم الثاني حتى هو كان خايف في الاول، ولكن من بعد قرر يواجه خوفه، خرج يقلب وفي الطريق تعلم ان التغيير طبيعي. وفي الاخر لقى فرماج جديد وفهم ان التكيف هو السر باش تستمر. وشوف، هذه ماشي غير قصه، هذه كتوقع لينا كاملين. خدمه مرتاح فيها ولكن ما فيهاش نمو، شي تخصص ما عاجبكش وباقي فيه، علاقه بقات غير حيت تعودتي عليها، افكار قديمه شداتك من التغيير، وحتى احلام كنتي باغيهم ولكن قلتي مازال الوقت. وصراحه مرات انت ماشي خايف من الفشل، انت خايف من الاحساس اللي كيجيك من مورا هذا الفشل، خيبه امل، هضره الناس، الشك في راسك. ولكن شوف الواقع، اي واحد وصل لشي حاجه راه فشل بزاف المرات قبل ما يوصل لها. الفرق الوحيد هو انه ما وقفش. وباش تخرج من منطقه الراحه ما خصكش مغامرات كبيره، غير خطوات صغار ولكن مستمرة. جرب دير حاجة جديدة مرة في السيمانة، دير فكرة كنتي مأجلها، دير خطوة كتخلعك شوية كل نهار. غير حركة هي البداية، راه الثقة ما كتجيش قبل من الحركة، كتجي من بعدها. وما تنساش اللي كيبقى شاد في الفرماج القديم خوفا من الضياع غالبا كيضيع كتر، واللي تحرك حتى يلعيا كيلقى فرص ما كانش حتى كيشوفهم.